إذا رجعنا شوي لورا بالتاريخ وبالزمن شوي لورا، قبل ما تكونوا هون وين كنتوا؟ بطن نحن بطن امنا. بطن امنا. كيف صرنا ببطن الماما؟ يعني الله الله بالنسبة لك الله بيخلقه للولد كيف؟ ببطن امه. أنا عم جرب أفهم معكم صراحة، يعني اليوم هي بتقعد كل يوم بتقول له يا رب يا رب أنا بدي بيبي، فكل يوم بيطلع عندها بيبي ببطنها ولا كيف بتصير القصة؟ كيف؟ في شيء معين لازم يعملوه كرمال يطلع لهم ولد. في شيء معين. بس إذا ما حدا بيعرف شو هيدا الشيء. حدا يعرف. بسأل انه جوانا ما شو رأيك فيها؟ انا ما بس انه تقول عمرها واحد لما ما بتفكر بحالها. من هي؟ شو بتعرفي عنها؟ لما مبين انه مكبره شيب كل شيء ما بعرف شو. شفتوا هذا الفيديو؟ انا ما ادري هذا اي برنامج، بس شفتوا الصفاقه؟ شفتوا مستوى تدني الاعلام اللبناني؟ شفتوا الاسلوب؟ جايب يهال شلون احنا بنخلق بطن ماما، بس هم لازم يعملوا شيء عشان حتى نخلق ببطنهم. اي وهيفاء وهبي مكبره. ايش بقى؟ خدشتوا ام الطفوله، ابو اللي جابها. وين الطفوله هذه؟ انا نفسي اعرف جمعيات المختصه بحقوق الاطفال هذا التعليم هالمفاسد في الإعلام اللبناني حق الأطفال واستغلالهم عشان كسب مشاهدة عالية. على أي مبدأ؟ على أي أساس؟ تدرون هذا لو كان عندنا كان الصبح متحولين نيابة، لأن في قانون إعلامي عندنا بالكويت، لكن للأسف مبين في لبنان ما عندهم أي قوانين مطبقة. هذا خدش الحياء، خدش للطفولة، ما خليت الأطفال يعيشون عمرهم، قاعد يفكروا بأشياء أكبر منهم. شنو سالفة إنه لازم نعمل شيء؟ الله بس اللي بيعرفوا. لازم الماما والبابا يعملوا شيء عشان نخلق ببطن ماما. وقاحة، دعارة إعلامية، قسما بالله هذا دعارة إعلامية. لو مستانسين هي على شنو؟ قاعد تضحك على شنو؟ على الفساد اللي قاعد تخلقه في مخ الأطفال. إذا أطفال كذي قاعد يفكرون على ما يكبرون إن شاء الله شلون بيفكرون؟ شنو بيسوون؟ يلا هذا الإعلام مال لبنان، هذا وعادل كرم ونضال اللي ما فيها نضال للأسف.